بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. تسليم مواطن مغربي مقيم في سبتة المحتلة إلى السلطات المغربية بعد تقديم مذكرة بحث دولية من قبل المغرب تتهمه بالانتماء إلى شبكة إجرامية تخصصت في تهريب البشر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن المحكمة لم تقتنع بالتهم الموجهة إلى المطلوب من قبل الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بتطوان وفقا لمذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده، والتي تصفه بأنه فرد في منظمة إجرامية. وكان المطلوب قد اعتقل في مارس 2022 بسبت المحتلة، حيث قضى شهرا في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه. وتتهم السلطات المغربية المطلوب بتوظيف أشخاص لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى سبت المحتلة وإخفائهم في قيعان مزيفة للسيارات، بالإضافة إلى محاولته تهريب مهاجرتين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر تراخال. ومع ذلك يعتبر مكتب المدعي العام الإسباني عدم وجود عناصر إثبات تدعم التهم، ويعتبر مكتب المدعي العام الإسباني أن العناصر المذكورة في تهمة تعدد المساهمين، التسلسل الهرمي، التعدد، توزيع الوظائف غير مثبتة، وبالتالي فإنها لا تبرر الاتهام. وقد وافقت الغرفة الجنائية على طلب السلطات المغربية بتزويدهم بمزيد من المعلومات للتحقق من انتماء المدعي عليه إلى منظمة تقوم بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب في تاريخ الوقائع.